طبعا كلكم هتقولوا لي ايه السوق الجميل ده وايه الحاجات الجميله التحف دي. انا النهارده يا جماعه اكتشفت كنز. ايوه فعلا اكتشفت كنز، وقلت ان لازم اشارككم معايا واعمل لكم فيديو ان انتوا تتفرجوا معايا على الحاجات والحلويات والحاجات دي. اسعار بجد بجد انا ما كنتش متخيله انها تكون بالاسعار دي. اهم حاجه في بدايه كلامنا نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تاني حاجه يلا يا حلوه انت وهي كده تعملي لي لايك وشير للفيديو علشان خاطر يوصل لاي عدد، لان النهارده بجد الفيديو بتاعنا ده جامد جدا، وده مش اول فيديو هنزله لكم. انا على فكره على البيج عندنا انا نزلت لكم فيديوهات برضو من نوعيه الاسواق دي، وبرضو لسه هنزل لكم فيديوهات تانية وتالتة، بس تابعوني ويا ريت تشجعوني باللايك والشير يا جماعه. بجد النهارده السوق اللي انا رحته ده لقيت فيه حاجات تحف زي ما انتم شايفين كده. انا اكتشفت مفارش وملايات ولقيت حاجات كتير جدا، والاطباق الصيني وكل حاجه متواجده فيها. والاسعار عايزه اقول لكم ان هي بتبدا من الجنيه، كمان من الجنيه تقدري تشتري اللي انت عايزاه. وزي ما انتم شايفين كده حتى الفواكه لقيتها هناك، لقيت كل حاجه. انا معرفش بصراحه، ده فعلا كنز كنز بمعنى الكلمة فعلا. والحاجات بتاعت العربيات والشوزات وحاجات البيت، يعني حاجات كتير جدا يا جماعة. بتقفي بقى وبتختاري. بصراحة هي فيها حاجات سليمة وفي حاجات ان ممكن تتاخد وتتصلح، يعني حسب اللي بيفهم فيها. شفت بصراحة هناك لقيت حلل ولقيت اطباق. انا عن نفسي لقيت بصراحة كام حاجة كده وعجبتني واشتريتها، وحبيت ان انا اشارككم معايا. زي ما انتم شايفين كده انا كنت بتمشى ولقيت كمان حواض ولقيت اطباق، ولقيت الست دي كانت قاعده وبتبيع اطباق وحلل وحاجات كتير، وفي زيها كتير، هي مش هي بس الوحيده، لا ده طول ما انتم ماشيين هتلاقوا حاجات ومحتاجات بجد زي ما انتوا بتحبوا، وهتلاقوا اي حاجة فوق ما تتخيلوها. هتروحوا وهتدوروا، صدقوني مش هترجعوا الا لما تجيبوا الحاجة اللي انتوا عايزينها. السوق ده يا جماعة ممتد بجد من عند الكابلات لغاية المطرية. السوق ده اسمه سوق الخميس، بس بجد يعني وهم. شايفين الاطباق ولقيت مجات ولقيت فناجين، لقيت حاجات كتير جدا. كل حاجه كانت متواجده هناك. روحوا بجد، انا عن نفسي انا بنصحكم بصراحه ان انتوا تروحوا وتتفرجوا، وبجد مش هترجعوا الا لما تجيبوا الحاجه اللي ناقصاكم. يا جماعه ده ايه ده؟ بصراحه بلدنا بلد الخير بجد بجد. انا ما كنتش متخيله ان في عندنا الحاجات دي. يعني حتى احنا لما ان احنا بنتنازل في بيوتنا عن الحاجات بنعرضها في الاسواق دي، غيرنا بيستفاد بيها. يعني العجله زي ما بيقولوا كده بتبقى دواره، بنلاقي حاجات بجد وتحف يا جماعه. فانا عن نفسي انا بنصحكم، واتمنى النهارده اكون فدتكم بالفيديو الجميل ده. بس اللي انا بتمناه منكم ان انتوا دايما تساعدوني يا جماعه، ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديوهات اللي على صفحتي، علشان بجد ان كلنا لاكبر عدد مننا ان هم يشوفوا الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم، والقصص برضو اللي بنعرضها على صفحتنا. سلام.